السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا معايا واحد طورطه بالحامض بواحد الكريمه سهله. طورطه صيفيه بارده كتجي زوينه بطريقه سهله ومبسطه. تبعوا معايا الفيديو الاخر وغادي تشوفوا على بركه الله. بداو الفيديو ديالنا. إذن بسم الله. المقادير كالعاده غنخليهم لكم في صندوق الوصف. المرحله الاولى غنصايبوا هذيك الكيكه ديال التورته اولا ديك الطبقه الاولى اللي بحال الكيك. غناخذ واحد البيضه، غنزيدو معاها 7 المعالق ديال سكر سنيده، واحد القبيصه د الملحه، غادي نزيدو 7 ديال المعالق ديال زيت المائده. فهاد الكيك هادي كتجي رقيقه، كتجيب على واحد الشكل رقيق، السمك ديالها كيكون رقيق، كتجي بحال الجنواز خفيف. هذه فايت ملي خدمتها معكم في واحد الكيكه ديال 7 ملاعق حتى هي بنفس المقادير تقريبا. السر ديالها انها كتجي خفيفه. هنا غنزيد واحد القشور ديال حامضه وغادي نطرب مزيان. هنا غادي ندير واحد ساشي ديال الفاني حتى هو باش ينسم لينا هذاك هاد الكيك. غنكمل التحريك. هنا غادي نجي ناخذ الحليب حتى هو غادي ندير 7 ديال الملاعق. يعني هنا كما لاحظتوا ان المقادير تقريبا كلهم غادي يكونوا 7 من الحاجه. السر ديال هاد نفس العبار كيعطي واحد كيجي القوام ديال هذيك الكيكه خفيف بزاف وكيجي رقيق، كيجي بحال الشكل ديال الجينواز، هو اللي كينفع في الطورطات بصفه عامه. هنا غادي ندوز النواشف اللي هما الدقيق والخماره. عندي 7 المعالق عامرين ممتلئين مزيان بالدقيق الناعم، وعندي خماره وحده ديال الحلوى. غادي نغربلهم بحال العاده وغنزيدهم على هذاك الخليط باش نحصل على الكيك اللي غادي يجي في هاد الطورطه هادي. صافي غنضيفوه وغادي نحركو مزيان حتى غينسجم لنا هاد الخليط هذا. وفي هاد الاثناء بطبيعه الحال خدمت هنا شعلت الفران درجه معتدله، غنشعلو عليها غير من التحت. غادي طيب واحد تقريبا غتاخد واحد ثلث ساعه، ما تاخدش طيب بزاف لان اصلا السمك ديالها غادي يكون رقيق دغيا غادي طيب. صافي هذا هو القوام المطلوب. هنا غادي نجيب واحد المول، درت ليه ورق الطي. مول هكا كيتفتح باش يسهل عليا المونتاج فاش غادي نبغي نكمل لاطار. غادي نخوي هذيك الخليط بهذا الشكل هذا. كما لاحظتوا راه كما قلت لكم السمك ديال هذه الكيكه غادي يجي رقيق، حيت حنا هنا ما بغيناش كيك اللي يجي منفوخ ولا كيجي كبير. بغينا غير واحد السمك اللي هو رقيق، حيت حنا غادي نصايبوا هنا واحد طورطه. صافي غنسرحوا بحال هكا وغندخلوه الفران يطيب على درجه كما قلت لكم معتدله باش ندوزو المرحله الثانيه. دابا غندوزو نصايبو الكريمه ديال الحامض. عندي 3 البيضات، عندي هنا كاس ديال سكر سنيده. السكر كيبقى على حساب الذوق، كاين اللي ما كيبغيوش الحموضه بزاف كيحلي بزاف، وكاين اللي باش تجي مزيانه معتدله كاس كافي. هنا زدت تقريبا كاس ديال عصير الحامض وغنحرك مزيان وغندير كلشي هذا الخليط فوق النار، وغادي نبقى هي فوق النار مهيله وانا كنحرك حتى غتبدا تعقد غير بوحدها. يعني من هنا ما غنحتاجو لا نشا الذره لا حتى شي حاجه، هي غير بهذاك البيض والسكر سنيده وهذاك الليمون الحامض. غادي نبداو نحركو هكا حتى كتعقد. شفتوا القوام ديالها. هنا وجدناها وغنخليوها تبرد. غادي نغطيها هنا، نديرها في واحد الاناء وغنغطيها بشي بلاستيك وندخلها للثلاجه حيت حنا نبغيو نستعملوها وهي بارده. في هذه الاثناء الكيكه ديالنا هي طابت كما شفتوا، راه ما خداتش وقت بزاف، تقريبا واحد ثلث ساعه ديال الطي. هنا غادي نحاول ما امكن انني نحيدها من هذاك المول. انا مع ما درتش في الجناب ورق الطهي. شفتوا الموس كيفاش درت لها هكا وهي باقا سخونه. غادي نحطوها في الطبق ديال التقديم اللي غادي نمونطيو فيه هاد الطورطه هادي بهذا الشكل هذا. قلبتها باش هاد السطح الفوقاني هو اللي يجي. غادي نجيب هنا واحد الاطار كما كتشوفوا، هذا اللي كنخدم به دائما. هنا غادي نسقي هاد
هاد الكيك اولا هاد شبه جينواز اللي غتكون هي الطبق الاساسيه والقاعده ديال هاد الطورطه هادي. غنسقيها بالحليب، اللي بغى يسقي بشي حاجه اخرى يسقي ممكن. غنخليها على جنب، وغادي ناخذ واحد الكيس ديال كيما شفتوا ديال الشانتيي، وغنديرها مع كأس ديال الحليب بارد، وغادي نطلع. هذه هي الكريمه المرافقه. اذا هنا عندنا بحال كريمه الحامض بوحدها وكريمه الشانتيي بوحدها. من بعد ما كنطربها بحال هكا غنزيد عليها جوج ديال بيرلي، جبن طري. انا فضلت انني نزيد عليها باش يعطيها واحد المذاق زوين، وحتى القوام ديالها كيتبدل. صافي، وغادي نخلط كلشي مزيان بهذا الشكل هذا. ممكن اللي بغى يدير غير هاد الكريم شانتيه بوحدها هي والحليب كافي حتى هي كتجي زوينه. انا هذا غير اختيار ديالي، بغيت نزيد ليها هاد الكريم شانتي، هاد الجبن الطري ديال بيرلي. تقدروا تزيدوا اي حاجه كتعجبكم. هنا دابا غادي نبدا في المونتاج ديال هاد الطورطه هادي. غادي ناخذ هذيك الشونتي مع هذاك بيرلي اللي طلعناهم، وغادي نحاول ما امكن نديرهم فوق هذيك الطبقه اللي خليناها شويه. داك الحليب باش سقيناها غادي يكون شرب. صافي، وغادي نبدا هنا غنسرح مزيان هاد الكريمه هادي بهذا الشكل هذا. هاد الشكل ديال الطورات راه كيجي ساهل بسيط، يعني ما كياخذش واحد ما فيش واحد العناء كتير، وكيجيو زوينين، كيجيو رائعين. هنا من بعد ما بردات لنا هذيك ديال الكريمه ديال الحامض، غادي نطربها بهذا الشكل هذا كما شفتوا. صافي، هنا وغادي نزيدها فوق. غتكون هي الطبقه اللي غتجي في الفوق ديال الطورطه. هنا غنحاول ما امكن انني نسرحها على طورطه كامله بهذا الشكل هذا، وغندخلها هنا تبرد مزيان تماما. هنا من بعد ما بردات كما شفتوا خليتها تقريبا واحد ساعتين في الثلاجه حتى بردات هي وديك الكريمه، وتماسكوا مزيان، شدوا في بعضياتهم. بقى لي انا غير التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيزين. انا خديت واحد القشور ديال الحامض وقطعتهم على شكل طولي هكا. غنحاول ما امكن انني ندير واحد الوريضه. صافي، كما شفتوا غندير هكا بحال الورده. هذا راه ممكن تبقى غير سامبل مزيان، غير هو حنا كنعرفوا ان العين حتى هي راه كتاكل، يعني حتى المنظر ديال الطورطه خاصو يكون يفتح الشهيه ويفتح النفس. درت معاهم هذوك لي فخوي كونفي او سيريز كونفي في هذاك اللون خضر، وخديت هنا واحد شويه ديال الشوكولاته ذوبتها ودرتها في واحد البوش. هذا غير اجتهاد مني، درت هاد الخطوط هادو هنايا باش نعطيها واحد شكل زوين. وهذاك سيريز كونفي في الخضر كيعطينا ان غابيل ديال الحامض اولا كما شفتوا هكا. صافي، وكنحطو بهذا الشكل هذا كما قلت لكم. بالنسبه للتزيين كل وحده كتزين بالشكل اللي بغات. انا هذا هو الشكل اللي بان ليا درتو. كنعاود نزيد هذوك الخطوط بهذا الشكل هذا. وهذا تقريبا هو الشكل النهائي ديال هاد الطورطه ديالنا. اذا الطورطه ديالي هي هذه من بعد ما كملات. اللي نبغي ننصحكم هو ان هاد التراث بحال هاد الشكل هذا كيبغيو يتكالوا باردين، يعني فاش نخدموها ولا نمونطيوها تبقى في الثلاجه حتى تبرد ما امكن مده طويله، وكتقدم بارده كتجي رائعه. وداك المذاق ديال الحامض كيجي اكثر من رائع. انا غادي نقطعها، بغيت تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. راه كتجي زوينه وسهله في متناول اي وحده اللي يعني ما كتزعمش على انها دير الطورطات ولا هذا ديرهم. فهي كتجي ساهله وكتجي زوينه. وهذيك الكريمه مع داك ملي كتبرد مع داك الشونتي مع هذاك بيرلي ملي كتبرد كيتماسكوا كيعطيونا واحد الطبقه زوينه. كما قلت لكم هادو كيبغيو دائما يبقاو في واحد الدرجه بارده، كيبقاو في الثلاجه. فيما نبغيو نحطوهم يكونوا من الاحسن يلا خرجناهم من الثلاجه. راه هي كتجي ناجحه كما شفتوا. ها هو غنوريكم هاد الطرف هذا، راه كتجي ناجحه 100%. كتجي متماسكه.
صراحة هذه من لا طاغت اللي كتجي خفيفة مع المذاق ديال الحامض، كتجي رائعة جدا. وهذيك الجينواز لتحت اللي درنا اولا هذيك الكيكة لتحت اللي درنا كتجي رطبة، كتذوب في الفم. كنتمنى ان هاد الطورطة تعجبكم، كنتمنى ان هاد الطريقة تكون فاتكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلا لايك والتعاليق ديالكم. شكرا على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.